تخيلوا قطعة ذهب أثرية وزنها 600 جرام اختفت. يوم 9 سبتمبر في قطعة ذهب بترجع للعصر المتأخر اختفت من مخازن المتحف المصري. الأسورة دي كان المفروض تسافر إيطاليا عشان تتعرض في إحدى المعارض الأثرية في روما الشهر الجاي. المفاجأة إن وهي بتتراجع قبل الشحن لقوا إنها مش موجودة. الكاميرات اتراجعت والعمال اتفتشوا والدنيا اتقلبت، لكن الصدمة اللي سرقتها طلعت موظفة في قسم الترميم نفسه. لمعت في عينيها الأسورة، خبتها وباعتها لقريبها في الصاغة ب180 ألف جنيه، وقريبها باعها تاني ب192 ألف جنيه. والنتيجة الكارثية إن الأسورة الأثرية دي تم سهرها، راحت عشان تتحول لمشغولات ذهب عادية بتتباع بسعر الجرام العادي. وبقت الصدمة الأكبر إن اللي بتحمي التراث هي اللي سرقته، وإن التراث اللي المفروض نحافظ عليه بنفسنا بيتباع وبيتسهر كأنه قطعة ذهب عادية. الأسورة وزنها 600 جرام، بس اللي ضاع أكبر من الذهب. دي حضارة 7000 سنة بتتسرق قدام عينينا. في النهاية الداخلية قبضت على المتهمين واعترفوا بتفاصيل الواقعة واتخذت ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة.